عليكم يا دكاترة المستقبل. معكم دكتور عاطف من ميديوكيت إيدي، والنهاردة هنعدي على كل التفاصيل اللي بتشغل بالك، بداية من طريقة المذاكرة، مروراً بالأجهزة اللي المفروض تشتريها، وصولاً للGPA اللي هو المعدل التراكمي، لحد إزاي تتعامل مع الكلية وامتحاناتها بشكل عام. وعشان نبدأ صح لازم تستوعب الفرق الجوهري بين الثانوية وكلية الطب. في الثانوية كان عندك 6 مواد بتراجعهم براحتك طول السنة، لكن الوضع مختلف في كلية الطب، لأنك بتدرس من 8 ل 10 مكونات جديدة كل 6 ل 8 أسابيع في نظام الموديولز، والوتيرة دي طبعاً سريعة جداً. وعشان كده العادات اللي كانت هتنجحك في الثانوية ممكن للأسف تدمرك في الكلية. العادة الوحيدة اللي هتكمل معاك هي الحضور المنتظم، وده لأن الدكتور في المحاضرة أو السكشن بيقول معلومات شفوية مش موجودة في الكتاب، وبيجي منها أسئلة في الامتحان. لكن على الناحية التانية في عادات تانية لازم تسيبها فوراً، زي مثلاً إنك تبدأ المذاكرة ليلة الامتحان. دي بقت مستحيلة لأن المنهج مترابط وكبير جداً. وكمان إعادة القراءة السلبية، اللي هي إنك تقرأ الصفحة 3 مرات من غير ما تختبر نفسك، دي بتساوي 0 استرجاع للمعلومة. وبلاش ننسى تلوين النوتس أو الملاحظات لساعات طويلة، لأن ده ملوش أي علاقة بالبرودكتيفيتي، لأن البرودكتيفيتي الحقيقية بتتقاس بقدرتك على استرجاع المعلومة مش بشكل الورق. تقنيات المذاكرة المبنية لنظام الموديولز، وعشان تنجح في النظام ده لازم تبني عادات جديدة زي المذاكرة اليومية المتراكمة، يعني إنك تذاكر 90 دقيقة كل يوم أقوى بكتير من 9 ساعات في يوم واحد. وكمان المراجعة الأسبوعية، اللي هي إنك تقفل الكتاب وتسأل نفسك أنا اتعلمت إيه الأسبوع ده. وفي شوية تقنيات عملية لازم تطبقها عشان تظبط معاك الدنيا، زي مثلاً الأكتيف ريكول أو الاسترجاع النشط، واللي هو إنك تقرأ الفقرة، تقفل الكتاب وتسمع اللي فهمته. ده بيضاعف احتفاظك بالمعلومة 4 مرات. السبيست ريبيتيشن أو التكرار المتباعد، وده معناه إنك تراجع المعلومة بعد يوم، وبعدين 3، وبعدين أسبوع، وبعدين أسبوعين، عشان تهزم منحنى النسيان. وهنا بقى بدل ما تضيع وقتك في عمل فلاش كاردز، تقدر تعتمد على نظام الفلاش كاردز الذكي اللي موجود على بلاتفورم ميديوكيت إيدي، واللي بياخد الأسئلة اللي بتغلط فيها أو بتعملها فلاج، وبيأوتو جنريت كويزات منها عشان تراجع نقط ضعفك في أي وقت. الكونسبت مابينج أو الخرايط المفاهيمية، واللي هي إنك ترسم العضو في النص وتربط الأناتومي اللي هو التشريح بالباثولوجي اللي هو علم الأمراض بالفيزيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء، عشان تفهم الروابط الحقيقية بين المواد. التيتش باك ميثود، واللي هي إنك تشرح الموضوع لزميلك، والحتة اللي هتقف فيها هي دي نقطة ضعفك اللي محتاجة مراجعة. الكويستشن فيرست أبروتش، ودي معناها إنك تبص على الأسئلة اللي على كل لكتشر الأول على البلاتفورم قبل ما تقرأ الموضوع نفسه، عشان تفعل دماغك وتخليها تدور على الإجابة. الGPA إزاي تحسبه وليه هو مهم؟ خلينا نتكلم عن الجريد بوينت افريج، اللي هو المعدل التراكمي، واللي هو المتوسط لكل موديولاتك بناء على عدد ساعاتها، وبيتراوح من 0 ل 4. حسابه بيكون بضرب نقاط المقرر في عدد ساعاته، وتقسم الإجمالي على عدد الساعات الكلية. بس ما تقلقش، انت مش محتاج تعمل ده كله، لأن الGPA بتلاقيه محسوب عندك already، يعني بالفعل عندك على ويب سايت النتيجة في خانة CGPA أو المعدل التراكمي الإجمالي. وبالنسبة لتقديرات جامعة 6 أكتوبر فهي بتمشي كده: المقبول من 60 ل 65%، الجيد من 65 ل 75%، الجيد جداً من 75 ل 85%، والامتياز من 85 ل 100%. وعشان تاخد مرتبة الشرف لازم الGPA التراكمي بتاعك ما يقلش عن 2.7، وكمان مفيش رسوب في أي مادة أساسية أو أي تأجيل لأي مادة. ومن أكبر الخرافات اللي هتسمعها هي جملة
هرفع الجي بي اي في سنة 4 أو 5. الحقيقة إن الجي بي اي ده تراكمي، والموديولز بتاعت سنة أولى لوحدها وزنها حوالي 40 ساعة، فلو بدايتك كانت ضعيفة هيفضل العبء ده مكمل معاك. عشان كده ركز دايماً على الموديولز اللي ساعتها أكتر، لأن تأثيرها بيكون أكبر. وما ترضاش أبداً بتقدير دي لمجرد النجاح، لأنه هيقفل قدامك مسارات دراسات عليا كتير. وعشان تذاكر بذكاء أكتر لازم تفهم خريطة توزيع الدرجات اللي اتكلمنا عليها في الليكتشر اللي فاتت، وتفهم كمان توزيع ودرجات الأسئلة على موضوعات الموديول، ودي اللي بتبقى موجودة في البلو برينت اللي هي خريطة الامتحان اللي بتنزل قبل كل امتحان من الجامعة، وبتوضح عدد وتوزيع الأسئلة هيبقى عامل إزاي. نيجي بقى لشروط النجاح، وهي أنك لازم تجيب 60% من الإجمالي زائد 40% كحد أدنى في الامتحان النظري الفاينل. يعني لو جبت الدرجة النهائية في العملي بس نزلت في النظري، يبقى ستيل للأسف مش هتعدي في الموديول ده. ولو نزلت في موديول بتعيد في الترم الصيفي بس بتفقد درجات أعمال السنة، وأقصى تقدير ليك بيكون دي اللي هو 64.9%. بس ما تقلقش خالص من الامتحانات، لأن أي سؤال 95% من الدفعة بتغلط فيه. بيتعمل ايتم اناليسز وممكن جدا يتعدل أو يتحذف عشان مصلحتكم. ننتقل لنقطة البورتفوليو اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وده مش مجرد شوية ورق بتجمعهم، ده سجل تراكمي وبيكون فيه البريزنتيشنز بتاعة الكيسز والريفليكشنز بتاعتك على الموديول، وكمان الاساينمنتس أو التاسكس بتاعة الموديول. وكل تسليماتك دي بتحصل على المودل، واحنا هننشر فيديو توضيحي للبروسيس كاملة بالتفصيل ساعتها. وخد بالك إن المودل بيقفل الباب تلقائياً وقت الديدلاين اللي هو الموعد النهائي، ومفيش أي أعذار تقنية مقبولة، فعشان كده سلم تسليماتك قبلها بدري. وده لأن الضغط العالي اللي بيبقى على الموقع في آخر كام يوم ممكن يوقع السايت وممكن ما تعرفش تسلم. وعشان ما تتلخبطش في زحمة المواعيد دي كلها، السكيدول انجن في ابليكيشن ميديوكيت اي دي بينظم لك مواعيد الليكتشرز والامتحانات، وكمان الديدلاينز بتاعة تسليمات المودل، وكل ده في مكان واحد. وأهم تحذير هنا هو البلاجيريزم اللي هو الاقتباس أو السرقة العلمية. في أدوات كتير جداً بتكشف التشابه، ولو طلع عالي للأسف هتاخد 0. فاكتب دايماً بأسلوبك، وتأكد من إنك تعمل ريفرنس، يعني إشارة للسايتيشنز أو المصادر بتاعتك بشكل صح. بالنسبة للأجهزة مفيش حاجة اسمها جهاز أفضل، الموضوع كله بيعتمد على ميزانيتك. الكتاب الورقي ممتاز طبعاً، بس مشكلته إنه تقيل وما فيهوش كل الفيتشرز والمميزات التقنية، مش هتعرف تحط صورة أو لينك وهكذا. اللابتوب مهم جداً في الأساينمنتس وكمان البريزنتيشنز بتاعة الكيسز. التابلت خيار جميل وبيديك تجربة كتابة واقعية، بس نصيحتي ليك في سنة أولى لابتوب محترم أو تاب على حسب طريقة مذاكرتك، زائد نوت بوك كافيين جداً. وما تفكرش تشتري ستيثوسكوب اللي هي السماعة الطبية دلوقتي خالص، لأن دي وقتها في سنة تالتة، وساعتها ميديوكيت اي دي بتقدم لطلابها المتفوقين سماعات ليتمان في شكل منحة. أما بالنسبة لبنوك الأسئلة أو الكيو بانكس، بنك أسئلة ميديوكيت اي دي بيوفر لك أكتر من 86,000 سؤال بتقسيمة ذكية وبفيوز أو وجهات عرض مختلفة. يعني مثلاً عندك الموديل ستايل اللي هي واجهة الموديل عشان تكسر رهبتك وتعيش تجربة شاشة امتحان الكلية، وعندك كمان اليو وورلد ستايل عشان تقرأ الشرح المفصل، والموديل آنسر أو نموذج الإجابة وتفهم الكونسبتس بعمق أكتر. بالنسبة للكورسات الإضافية وسكولارشيبس أو منح ميديوكيت اي دي، دايماً بنتسأل هل أنا محتاج كورس؟ الحقيقة محدش يقدر يجاوبك على السؤال ده غيرك أنت، وده بعد أول امتحان موديول لما تشخص نقطة ضعفك فين بالظبط. لو حسيت إن شرح الكلية مش واصلك
أو إنك مش قادر تحضر كل الليكتشرز والسيكشنز وتكتب نوتس وراهم للمعلومات الزيادة اللي مش موجودة في الكتاب وبتيجي في الامتحان، بننصحك تجرب البدائل المجانية الأول من أساتذتنا الكبار على اليوتيوب. لو حسيت إنك محتاج شرح منظم أكتر، ميديوكيت إيدي بتوفر لك كورسات ومحاضرات مشروحة من دكاترة الجامعة الفعليين، وكمان أسئلة على كل ليكتشر، وبنوك أسئلة وسبلمنتري ماتيريالز، وكتب كاملة بنوتس الدكاترة اللي مش موجودة في الكتاب الأساسي للجامعة. ولو في نقطة وقفت معاك تماماً، ميزة الكونسلت هاب بيخليك تبعت أسئلتك مباشرة لدكاترة جامعتك وتتناقش معاهم. أو ممكن تسأل سقراط اللي هو الأكاديميك AI Assistant أو مساعد الذكاء الاصطناعي الأكاديمي بتاع ميديوكيت ED، واللي متدرب على كتب الجامعة وبيرد عليك من منهجك وبيفهمك ويشرح لك كل حاجة بالتفصيل من الأول خالص، خطوة بخطوة لحد ما تفهم. وبخصوص scholarships أو منح ميديوكيت، إحنا بنقدم منح شفافة تماماً بتديك وصول مجاني لكل منتجاتنا، بالإضافة لمميزات تانية كتير. وشروط كل منحة بتكون موضحة عندنا على الويب سايت، وهدفها الصافي هو دعمك في رحلتك. اشتغل بجد من أول يوم عشان تبني GPA قوي، واسأل دايماً وما تتكسفش. مفيش حاجة اسمها سؤال غبي، الخجل ده اللي بيضيع عليك درجات وفهم. والأهم من كل ده، حافظ على توازنك وصحتك النفسية ونومك، لأن دول اللي بيخلوك تكمل.